شعبي العزيز إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، خير خلق الله عز وجل، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحباء أعزائي المستمعين عبر فورمة الأوديو MP3، اليوم لن أنشد وأغني، بل سأتحدث وأخاطبكم باسم شعب ودولة تمتد خريطتها من طنجة إلى الكويرة، ويتراوح عدد سكانها حوالي 41 مليون نسمة. دولة تعتبر سيدة القارة السمراء، أعظم دول العرب وألطف دول العرب وأكرم دول العرب وأذكى شعب في شعوب العالم. لا أحتاج لجلب المعطيات لكي أثبت ما أقول، فنحن شعب نطبق ما نقول ولا نقول سوى ما نفعله بالتطبيق. إنها أرض الأسود، إنها أرض الرجال، إنها الأرض التي مر عبر تاريخها الأدارسة والمرابطين والمرينيين والعلويين والعديد من الشرفاء الذين جعلوا صفحات وصفحات دونت بين أوراق التاريخ لها. نعم أعزائي المستمعين، إنها الدولة التي تجرأت عليها أصغر نقطة في خارطة الشرق الأوسط، نقطة يسمونها بقطر، وإن صح التعبير قطرة من الذهب الأسود الذي يخدم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. يا أغبى شعب في العالم، يا أغبى شعب في شعوب العالم، يا من ليست لكم حضارة تمثل 0.1% من الحضارة المغربية، يا من ليست لكم مدينة تمثل 0.01% من العاصمة العلمية الثقافية الموسيقية مثل المدينة العتيقة فاس، يا من ليست لكم مدينة تمثل 0.1% من عاصمة اقتصادية اسمها الدار البيضاء أكبر ب3 مرات من نقطة اسمها قطر، يا من ليست لكم مدينة تمثل 0.01% من جمال عاصمة سياحية نجمة تشرق من البعيد اسمها مدينة مراكش الحمراء. عن أي مدن سأتحدث؟ عن أي مدن سأتكلم؟ هل سأتحدث عن طنجة العظيمة؟ هل سأتحدث عن أكادير الأروع؟ أم سأتحدث عن العيون الأجمل؟ أم الداخلة والكويرة؟ هل سأتحدث عن وجدة وقنيطرة مكناس آسفي والحسيمة وإفران؟ أم سأتحدث عن العاصمة الإدارية للمملكة المغربية الشريفة الرباط والعديد ثم العديد من المدن الأخرى؟ عفوا قطر، ليس لك ما تقدمين للتاريخ سوى مدية المعاونة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة. عندما كنت أجول وأتصفح في شبكة الانترنت وجدت صفحة تسمى بقوات الردع المغربية عبر الموقع الاجتماعي فيسبوك أنه أمير قطر تكلم وقال: إذا كان الشعب المغربي ضدي فأنا برميل أهوى التحدي، شجاع لن أقاتلكم وحدي ببساطة لأن إسرائيل بجنبي. فأجابه الأسد بن الأسد المغربي قائلا: اسمع يا برميل الغباء، لقد حذفتم من الخريطة الصحراء وليس في غير الانتقام ردائي، سأهينكم كما فعل القذافي، فكلكم جردان من الألف إلى الياء، لا تفقهون شيئا من حروف اللهجاء، أهنتم بفعلكم شرف أسلافي وبذلك سرتم من الأعداء، ولن تفلتوا بفعلتكم النقراء لأن حب المغرب يجري في دمائي. صغرتم المغرب ودولتكم أصغر من الدار البيضاء، فكيف للأراضي أن تبلغ وسع السماء؟ ففعلكم ليس إلا فعل الجبناء ودولتكم أصل كل البهلاء. فلا تغتروا لو أوطأ رؤوس أبناء بلادي، فملء السنابل تنحني دون استعلاء، ولا تحاولوا رفع رؤوسكم الصلعاء، فليصدمنكم كعب حدائي. والله على الأسود
لما يتكلمون، والله على الأسد ابن الأسد لما يجيب عن القنافذ لما يتجرؤون. هكذا هم الرجال، هكذا هم الأسود، هكذا هم المغاربة، هكذا هو الشعب الذي يعيش في دولة تنعم بالاستقرار والأمان والوحدة الترابية على يد ملك ليس بسارق الأموال، بل هو بسارق القلوب المغاربة، بل هو بسارق حب شعب الذي أوفى له ولأسرته عبر ممر التاريخ، الشعب الذي تهتز مشاعره عند الاستماع لنشيد الوطن المغربي. ليس لكم حتى وطنيتنا، ليس لكم حتى وفاءنا، ليس لكم حبنا لملكنا، شئتم أم أبيتم أنتم وغيركم من المرتزقة. الصحراء مغربية والخريطة المغربية تمتد من طنجة إلى الكويرة. وإن أردتم الدليل فعودوا للوراء، ستجدون مسيرة اسمها المسيرة الخضراء التي قادها رجل ابن الرجال رحمه الله الحسن الثاني مع الشعب، عبارة عن أسود حموا التراب الوطني. نعم أصدقائي الأحباء، أخاطبكم بالطريقة الشوالية لكنها بروح الوطنية المغربية. وإن كانت توجد أخطاء في إملائي، لأن القلب لما يتكلم فللأخطاء الإملائية لا يبالي، وخير الكلام ما قل ودل. والله الوطن الملك والصحراء فوريفر مغربية.